الفيديو ده مش كلام، الفيديو ده عملي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. I can't believe بجد، انا مش قادره اصدق ان انا الاسبوع الرابع على التوالي بلتزم على يوتيوب. عايزه بس اقول لكم ان انا احتمال، مش اكيد، احتمال الاسبوع الجاي اخده اوف، عشان بصراحه عندي حاجات كتير هتحصل الاسبوع الجاي لاول مره، فحاسه ان انا محتاجه اخفف شويه ضغوطات اللي على نفسي الاسبوع الجاي. ميبي لانه الفيديو اللي انا كنت ناويه انزله الاسبوع الجاي محتاج شغل شويه، لو ما لقيتش فكره ابسط من الافكار اللي عندي في الدرج، وممكن ابقى اتكلم معاكم عن موضوع توليد الافكار ده بعدين، لو ما لقيتش الفكره ابسط تلحق تخلص في اسبوع، فانا 90% هاخد الاسبوع الجاي ده اوف. بس لو انتوا عايزين تتابعوني لو انتوا عايزين تتابعوني خلال الاسبوع الجاي هتلاقوني على انستجرام وتيك توك والقصص دي كلها. مجهزه فلوجز كتير هتنزل ان شاء الله الاسبوع الجاي، فهتلاقوا اللينكس بتاعتي كلها تحت في الديسكربشن. ويلا بينا نبدا الفيديو. بصراحه، كيف حال النص الاولاني من السنه بتاعتكم؟ انا بالنسبه لي النص الاولاني من السنه ما كانش مقتنع ان دي سنه جديده، هو كان بيكمل النص التاني من السنه اللي فاتت. كنت قاصده ان انا اسيب نفسي كده واجو ذا فلو اكتر من اني اكون ستريكت على خطه، مع اني قعدت والله عملت خطه اول السنه، بس كنت حاسه انه في الفتره دي من حياتي الانسب اني اسيب نفسي واجو ذا فلو، خاصه اني لقيت في ابديتس بتحصل ما كانتش في الخطه بتاعتي اللي انا حطيتها اول السنه، فحسيت انه في حاجه اكبر منك واحلى منك بتحصل، فبليز ستوب بقى شويه كده الخطه دي على جنب ويلا نجو ذا فلو. مع ان ده عكس تماما الدافع اللي خلاني احط الخطه على جنب السنه اللي فاتت وجو ذا فلو. السنه اللي فاتت كانت الدنيا كلها بتمشي عكس في موضوع الخطه ده، كان مضايقني جدا، فقررت اوقفها عشان هي دلوقتي مش مساعداني، هي دلوقتي مضايقاني. السنه دي بقى العكس، حسيت ان الخطه بتاعتي هنا والاقدار اكبر منها بكتير، يعني ده مش وقت لايف ابديتس قوي. انا اكيد هعمل لكم لايف ابديتس قريب، لانه السنه اللي انا وقفت فيها دي فيها لايف ابديتس كتير وفيها فلوجز انا كنت مصوراها، فان شاء الله هنزلها. ما تحسوش بس ان انا مجنونه بنزل حاجات قديمه وبعدين حاجات جديده. بس النهارده هشارككم واحده من احلى الحاجات اللي حصلت في السنة اللي فاتت، وهي الطريقة اللي خلتني التزم بخطة لمدة 100 يوم. واي حد عارفني عارف ان انا شوية ما عنديش خالص القيمة بتاعت الالتزام، خاصة بتاعت الحاجة اللي هي متكررة كل يوم بنفس الطريقة لمدة 100 يوم. ده كان انجاز خطير بالنسبة لي. فالنهاردة هشارككم مش محتويات الخطة لكن طريقة الخطة، ودي حاجة مهمة قوي. عايزة وانا بشارككم محتويات الخطة وازاي نعمل الخطة اشارككم العقلية بتاعتنا تجاه الخطة، عشان تبقى الخطة هي اللي بتساعدنا وبتخدمنا مش احنا اللي بنخدمها، فبالتالي حاسين ان احنا طول الوقت مرهقين من الجري وراها ومش طايقين نفسنا، فتحولت المشاعر لسلبية بدل ما احنا اصلا قررنا نعمل الخطة دي عشان نوصل للحاجات اللي احنا نفسنا فيها وبالتالي نكون اسعد. ودي اول مرة تقريبا على القناة هنا مش هقول لكم ان دي تجربة شخصية، بس هي تجربة شخصية من سنة and then دلوقتي بقى في علم، عشان دي واحده من اللايف ابديتس الجديده. انا دلوقتي بدرس كوتشنج، دلوقتي بدرس حاجه اسمها بوزيتيف سايكولوجي كوتشنج، او كوتشنج بعلم النفس الايجابي. وكوتشنج بعلم النفس الايجابي يعني هو مسؤول عن الجانب الايجابي من علم النفس، يعني هو مش مسؤول عن دراسه الامراض وازاي نعالجها، هو مسؤول عن دراسه الويل بينج، العافيه، ازاي احنا نوصل من نيوترال لاحسن طريقه ممكن نعيش بيها ونكون سعداء ونكون aligned مع البوتنشالز بتاعتنا. وقربت اتخرج كمان، يعني لو انتوا بتشوفوا الفيديو ده بعد النص التاني من شهر 7، انا هكون خلاص بقيت كوتش. فجهزوا النوتس، ما عنديش نضاره، جهزوا النوتس عشان احنا هنقول كلام مهم قوي في الفيديو ده. طيب، اول حاجه انا عملت الخطه بتاعتي على باوربوينت عشان انا شخص بيحب الفيجوالز وبيتفاعل معاها احسن، فلو انتوا كمان بتحبوا الفيجوالز ممكن انتوا كمان تعملوها على باوربوينت. بس الامانه تحتم عليا اني اقول لكم ان بعد فتره التقليب في السلايدز، خاصة بعد ال40 وال50 وال60 وال70، هتلاقوا بقى صعب قوي ان انتوا تنزلوا للصفحة بتاعة اليوم الطويل البعيد ده. فبصراحة انا دلوقتي وانا بشتغل مش هعمل الديلي تراكر على باوربوينت، هعمل بس الانترودكشن او اول كام صفحة كده على باوربوينت عشان الفيجوالز، او والله ممكن اعملهم يدوي برضو. حاسه ان احنا لو عملناها فوتو كولاج وكده هتبقى تحفه، فاختاروا المناسب ليكم. بس
انا ديفينتلي مش هعمل الديلي تراكر على باوربوينت. تاني حاجه عايزه اتكلم فيها معاكم موضوع ال100 يوم. انا مش مع خالص ان احنا نحط خطه تفصيليه لسنه او 6 شهور. يعني ممكن نحط رؤيه، اوكي، ممكن نحط اول كام صفحه اوريهم لكم دلوقتي، ممكن نعملهم رؤيه للسنه، لكن خطه تفصيليه ل6 شهور او سنه انا حاسه ان ده هزار بصراحه. الابديتس اسرع بكتير، ودايما انا بشوفها من ناحيه انت ليه تخلي واحده عندها 28 سنه تحط شكل حياه واحده عندها 29 سنه؟ انت كل يوم بتكبري، كل يوم عندك انبوتس جديده، كل يوم في اخبار جديده، بتشوفي طرق جديده، بتعرفي معلومات جديده بتاثر على البروسيسنج بتاعك. ف انا حاسه انه 100 يوم كفايه قوي. فانا صراحه دلوقتي انا عارفه انه فاضل 6 شهور على السنه، انا هعمل خطه 100 يوم وبعد ما يخلصوا هشوف انا هعمل ايه. بس موضوع ال6 شهور ده مش هعمله، انتوا عايزين تعملوه يعني ربنا يوفقكم، بس انا مش هعمل خطه 6 شهور. فدي كانت الصفحه التقديميه للخطه بتاعتي. كتبت ان هي خطه ال100 يوم، حطيت تورته انا اللي كنت عاملاها لنفسي في عيد ميلادي السنه اللي فاتت. انا بحب قوي بيرسونلايز كل حاجه. تاني صفحه first things first بقى، هنبدا ب ليه. اوكي، the why. والليه ده بيتكلم عن اخر يوم في ال100 يوم. اوكي، الفراغ اللي على الشمال ده انا كنت حاطه فيه صوره بتمثل ليا شايفه نفسي ازاي يوم عيد ميلادي 28. السنه دي قررت ان بدل ما احط صوره واحده هحط زي فيجن بورد. اوكي، المهم احنا هنبدا بالواي. فانا هشارك كل الحاجات اللي كانت عندي، هي كلها اغلبها معاني منسجمه ومتوازنه بين الاخذ والعطاء، متسعه ومرنه وقويه بالله في كل حاجه في الحياه. كان عندي قوي في الوقت ده حته السعه. انا مثلا حد بيحب الاعداد القليله، بيحب الحاجات العلاقات الصغننه، بيحب الدوائر القريبه. وعندي اهداف تانية بتتعارض تماما مع الموضوع ده، موضوع يوتيوب مثلا او موضوع شغلي. انا اوكي شغلي بحب قوي ان هو صغنن ومحندق والناس كلها والعلاقات انتمت وقريبه، واصحابي هم كلاينتس وكلاينتس هم اصحابي، كلاينتس بقوا اصحابي، بس ستيل في حته كده ديب انسايد عايزه ساعه. فموضوع الساعه ده كان مهم جدا بالنسبه لي ساعتها. عايشه الروتين الصحي بحب مش بهروب. بعد ما سبت هنا كنت حاطه وزني ساعتها، عشان في عقليتين في الدايت. بحس ان في عقليه بتهرب من فطول الوقت هي مش حابه اللي هي فيه. لا، انا دايما بحب اتحرك بحب. الموضوع ده مهم بالنسبه لي. بدات البراندنج اللي همشي عليه بعد كده اكتف على السوشيال ميديا، وده سؤال عايزه اساله لكم تساعدوني فيه. كلموني عن البراندنج بتاعي زي ما انتم شايفين كمشاهدين، يعني كلموني، دي حاجه هتساعدني جدا. حياتي مترتبه وكل حاجه في مكانها، بيت واستوديو، استعدادا للانطلاقه الجايه باذن الله. البتاع ده بقاله سنه ونص وانا لسه برتب. انا الحاجات بتاعتي بتاخد وقت طويل قوي، اي نو، بس انا عمري ما بكويت ولا برجع. فانا بس بتحرك ببطء الشديد، ملتزمه بمهامي وسعي ومتناغمه مع ارزاق الله. انه زي ما كنت بقول لكم احنا بنعمل خطه بنحاول نمشي عليها، بس احيانا كتيره المعطيات اللي بيجيبها لنا القدر مختلفه. فده الواي، دي الحاجات اللي انا كنت هوصل لها. حاجات كلها فراشات وكده، حاجات مش قابله للقياس، صح؟ طيب الصفحه بقى اللي هنا ده نموذج التقييم. انتوا عارفين ان الحاجات دي بتتعمل في البيزنس؟ طيب الحاجات دي بتتعمل في البيزنس، بتتعمل في اي حاجه. انا بديكم دلوقتي كوتشنج سيشن ببلاش، ماشي؟ هنا بقى بحول الاهداف المعنويه لاهداف ماديه قابله للقياس. فقلت انا عايزه اسدد ديوني. ايه الديون اللي عليا اول يوم؟ مستلفه كتاب من حد اعرفه، حد ليه عندي شغل، مايكرويف ده شغل برضه، والكراتين بتاعت اسمع صديقك المفضل، مع ان هي ليا بس كان المفروض استلمها من الراجل عشان اديله فلوسه. فديوني يوميه المفروض ان هم اكون خلصتهم. وزني صباح يوم كذا، وزني اخر يوم، عدد الصلوات اللي صليتها من اللي عليا، عشان دي من الحاجات اللي انا انتبهت لها جدا في الوقت ده، انه الصلوات اللي انتوا ما صليتوهاش في وقتها مش بتتساقط. يعني الصلاه فرض، فلما تكون في فتره في حياتك ما كنتش ملتزم بالصلاه لازم ان انت تصلي الصلوات دي بعد كده. عدد صفحات القران اللي قراتها وتدبرتها، عشان دي حاجه برضو عايزه تتراكت. عدد الصفحات اللي قريتها من كتاب وسجلتها في ال100 يوم. في الوقت ده كنت عايزه ابتدي اعمل كتب صوتيه، فكنت مختاره كتاب واشتغلت فيه والله في الوقت ده. بعدين اول ما خلصوا ال100 يوم سلام عليكم، خدت ديلي في سناني وجريت. كنت عايزه برضو ابقى اكتب على السوشيال ميديا، فعدد متابعيني صباح يوم 1، عدد متابعيني صباح يوم 100. مع اني والله دلوقتي بما اني قررت ارجع اليوتيوب، قررت انه التراكر او المقياس مش بعدد المتابعين. انا قررت مع نفسي انه يكون بعدد الفيديوهات اللي نزلتها.
فاحنا اول حاجه حطيناها the why، انا شايفه نفسي ازاي، ده الدافع ورا ان انا عايزه ابدا ده كله. دي برضو طريقه التقييم بتاعه الواي ده حصل فيه ايه. تالت حاجه بقى the what هو انا هعمل ايه. قسمتهم لحاجتين being و doing. في البينج حطيت العادات بتاعتي، وفي الدوينج حطيت الانجازات، الحاجات اللي انا عايزه اعملها. لكن في البينج حطيت بقى الهو اي ام، فانا عايزه اصلي من اللي عليا يوميا، العب رياضه يوميا، اشارك اهلي يوميا، اعتني ببيتي نص ساعه، اجورنال يوميا. حطيت بقى الحاجات اللي هي ايه مهمه بالنسبه لي انها تكون موجوده كل يوم. في الدوينج حطيت الاكشنز اللي انا عايزه اخدها، ان انا عايزه اروق الاوضه. تابلو المكرميه ما عملتهوش بس ان شاء الله. حاسه ان انا محرجه قوي من الدوينج اللي انا بشاركه من السنه ونص ما خلصش. استلمت الكراتين، اشتريت نواقص الخامات، عملت التسعير الجديد، خلصت ورقه بيضاء، سددت اجزاء من ديوني مش كلها، وطلعت الرخصه بس ما طلعتهاش في الوقت ده. بس يعني عملت الورش المختلفه في اجازه نص السنه. البتاع ده كان بيتعمل في شهر 12 2023. ده الوات. فانتوا بقى هتحطوا هنا الحاجات اللي انتوا عايزين تعملوها، وايه منها في البينج بتاعك، ايه منها بيوصفك، اوكي، وايه منها الدوينج او الحاجات اللي انت هتعمليها مره واحده وخلاص. فاحنا كده عندنا الواي، انا عايزه اوصل لايه في الاخر. الوات، انا همشي لده ازاي. الهاو، انا ايه المايند سيت بتاعتي او العقليه بتاعتي وانا رايحه للكلام ده. وده بقى مهم قوي. ممكن نقرا الهاو بتاعي. كل حاجه تحت عنوان البينج مقدمه على الدوينج او نتائجه في قول ادق. كويس. كويس ان انا قلت لنفسي كده، لاني ذات قيمه عاليه بكوني انسان جيد اكتر من انجازاتي. دي حاجه مهمه جدا. ما لا يدرك كله لا يترك جله. جله اللي هو ايه يعني، لا يترك جله يعني ما يتسابش اغلبه، يعني اعملي منه حاجتين. اوكي. وعلى فكره كنت عامله لوحه زي دي بالاركيت والتطريز، هطلعها لكم فوق في الاي. دي الرول الثانيه، انه ما لا يدرك كله لا يترك جله، ده في العادات. وعشان كده كل حاجه فيها منخفض متوسط وعالي تبعا لمستوى طاقتي وقدرتي على الالتزام في اليوم ده. والرول رقم 3، هعمل تقرير كل 10 ايام هدفه ان اي طريقه الاقيها بتضر الهدف الرئيسي اصلحها. How do you feel؟ ايه البنت العسوله دي؟ طيب، فانا مسكت الحاجات اللي هي فيها تراكنج. قضاء الصلوات، قلت يعني اليوم اللي انا ما عنديش فيه وقت خالص او ما عنديش فيه طاقه او ايا كان، هكون بصلي صلاه واحده من اللي عليا. اداء متوسط 3 صلوات، اداء عالي 5 صلوات. المهم اقابل ربنا على الطريق. الرياضه برضو عندي اداء منخفض، اداء متوسط، اداء عالي. القراءه والتسجيل مسموح ابدا بعد الامتحانات ما تخلص. انا البتاع ده بداته يوم 20/12 او 25/12. انا كنت لسه بعمل الدبلومه بتاعتي، فساعتها كان امتحانات نص السنه جايه. فده الهاو. اوكي. طيب، برضو في حاجه انا مش كاتباها هنا بس دي مهمه جدا، انه يعني حاولوا ان انتوا تتحكموا في ماكسيمم 3 ساعات من يومكم. ما تطلبوش من نفسكم اكتر من كده، لان خلوا بالكم احنا عندنا شغل او دراسه او حاجات بتطرق وبتفرض نفسها علينا. فلو احنا عاملين خطه لل8 ساعات ولا 9 ساعات بتوع يومنا، هنحس ان الانكسارات كتير، الانكسارات في الخطه يعني كتير. فده ممكن يخلينا نزهق او نكويت او كل الحاجات دي. لكن لما نحاول نسيطر على 3 ساعات بس، الموضوع ده مهم جدا. فاحنا الصلوات انت هتعمليها في 5 دقائق بعد ال5 دقائق بتاعه الفرض. وممكن اقول لكم انا كنت بعمل ايه. انا لسه بعمل كده. مع الظهر صبح، مع الصبح ظهر، يعني الصبح اصلا واحد فباخد معاه ظهر. انا مش عارفه الكلام ده شرعا ايه وصفه يعني، بس انا لقيت ان دي الطريقه اللي نفعت معايا. انا الصبح هما ركعتين، فعندي طاقه ان انا احط 4، لكن لو حطيت 2 و2 وانا عندي طاقه بحس انه فبحط مع الصبح ظهر ومع الظهر صبح، لانه مع الظهر ده انا في نص اليوم فخلاص ايه يعني ما عنديش وقت، فمع ان انا اعمل 4 و4. فمع الظهر صبح. العصر ما بحطش معاه حاجه، المغرب معاه مغرب والعشاء معاه عشاء، لانه كده كده فيهم وقت. هنيجي بقى لشكل اليوم اللي انتوا زي ما قلت لكم مش مفروض خالص ان انتوا تكوبي ده، بس ان انا بديكوا فكره انا بعمل الجدول ازاي. زي ما انتوا شايفين الحاجه الكبيره قوي قوي هي البينج. الدوينج انا حاطه 3 خطوات بس، انتوا متخيلين؟ طيب تعالوا بقى نشوف التقسيمه. فانا كاتبه ان اليوم رقم كذا كذا، بعد الرقم دي بحط ان هو رقم كام، بتاريخ بحط ان هو رقم كام،
وزني صباح اليوم ده بحط ان هو رقم كام، لو كارب او هاي كارب او نو كارب، بحط شكل الاكل بتاعي في اليوم ده. اسيبكم من الجدول، هنخليه اخر حاجه نتكلم عنها. خطوات على طريق انجازات زي ما شفتوا. اهم حاجه في الجداول تم ولا لا، ظروف اتمامها. يعني ايه ظروف اتمامها؟ يعني مثلا انا عندي 8 كوبايات ميه، تم ولا لا؟ بقول تم او لا. ظروف اتمامها ممكن اقول شربت 7، ده لو ما تمتش. لكن لو تمت وعملت صح او تم هقول شربت 10 مثلا. فظروف اتمامها دي فيها تفاصيل اكتر. مساحه ان احنا مش مكان بنعمل صح وغلط وخلاص، مساحه ان انا سايبه لنفسي مساحه اتكلم، ابرر، ادافع عن نفسي مع نفسي، دي بالنسبه لي حاجه مهمه جدا. بعد كده تحت بيكون عندي تقييم الاداء، بدي لنفسي رقم على حسب عدد الاكشنز، وتعليق عاطفي بعيد عن الارقام. يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن انا في يوم فعلا جبت فيه 16 من 25. اليوم ده كان عندي امتحانات، فقلت لنفسي 16 دي مهمه، لانه اليوم ده كان يوم يعني العالم الخارجي كان حاطط لي حاجات كتير اعملها، فانا مبسوطه ان انا التزمت بحاجه زي كده. في يوم جبت فيه مش عارفه 24 25، بس كنت حاسه ان انا مضغوطه قوي، كنت حاسه ان انا النهارده بجد حسيت ان الجدول ضغطني. فبعمل تعليق كده كل يوم، في يوم بقول انا فخوره بيكي، في يوم بقول النهارده ما عملتيش احسن حاجه. فمساحه الكلام دي مهمه قوي. وده غير ان انا بجورنال بره، بس الجورنالينج بره يعني انا عامله فيديو على فيسبوك عن الجورنالينج، لازم تشوفوه. ليه الجورنالينج مهم قوي؟ ليه بقى؟ ان احنا نحط البيسكس اللي هي فجر ظهر. يعني ليه مهم ان انا اقول ان انا اصلا بصلي؟ ما الصلاه دي احنا حاجه بنعملها لانه الانجاز بيحفز العقل. فانا بحسس نفسي، بضحك على نفسي، بلعب مع نفسي ان انا عملت انجازات كتير علشان ادي نفسي موتيفيشن ان انا التزم اكتر بالجدول. فانا حاطه صلاه، حاطه الفطار اللي من غير فاكهه، حاطه عدد كوبايات الميه، حاطه عدد كوبايات القهوه. مثلا في حته الرياضه فانا بقول عملت او ما عملتش، وفي ظروف اتمامها بقول انا كنت كسوله ولا متوسطه ولا نشيطه، وهكذا. عايزه اقول حاجه مهمه، انه كان مهم قوي ان انا احط في الاول المشاعر، لانه احيانا احنا بنبقى حاطين الحقائق او الحاجات الماديه وشايفين ان هي دي الحاجه اللي هتحقق لي الشعور ده. لكن لما احط الشعور كاني بقول انا عايزه احس مثلا انه انا مثلا في فاليو كبيره قوي عندي كعلا، انا عايزه احس اني مستخدمه، يعني اني كل نعمه ربنا مديها لي انا بستخدمها بسهوله. يعني ايه؟ يعني انا مش ببوش ماي سيلف كده ان انا اعمل، لا، الحمد لله ربنا مديني نعم. وانا يعني حتى الستيكس بتاعتي على واتساب دريفن باي جراتيتيود، فانا عايزه احس ان الحمد لله انا ممتنه على نعم ربنا وبستخدمها، وفي نفس الوقت انا بعمل ده بسهوله. ايا كان بقى الحاجه اللي انا بعملها، ايا كان الاكشن، انا دايما عايزه احس الشعور ده. فعشان كده انا بدات اني حطيت في الاول الشعور اللي انا عايزه احسه. فمهم ان انتوا تحطوا المشاعر اللي انتوا هتحسوها لما تبقوا الناحيه التانيه. فانا دلوقتي او المره دي هعمل حاجتين، هعمل فيجن بورد، لوحه بتعبر عن الحته اللي انا فيها بالحاجات الماديه وبالمشاعر وبالكوتس وبكل الحاجات، ولوحه تانية بتعبر عن الحته اللي انا فيها دلوقتي. وهعمل زي كده توصيله او طريق ما بينهم او كوبري ما بينهم الاتنين، عشان ابقى ممتنه على الحاجات اللي عندي دلوقتي، حاسه ان انا empowered، حاسه بشكر للي انا فيه، وكمان متحمسه اني اروح هناك، وحاسه ان كل الحاجات اللي انا حطاها دي aligned مع انا فين النهارده. وانتوا كمان اقعدوا اعملوها. بصراحه ما كنتش حابه ان انا اعمل لكم فورمات كده، انتوا يعني جت على بالي فكره هل اعمل لكم فورمات واحطه لكم في دوكيومنت تحت في الديسكربشن وانتوا تملوه. بعدين حسيت لا، this channel is not about، انا اصلا كعلا ضد تماما الاملاء، ضد تماما ان حد يقول لحد دي الحاجات المهمه اللي انت لازم تمشي وراها. لا، كل واحد هو يحط الحاجات المهمه اللي هو عايز يمشي وراها، كل واحد يتيلر كده او يكستمايز الخطه بتاعته. مش حتى ضروري ان هو يلتزم بالشكل اللي انا عاملاه. من احلى الحاجات اللي احنا ممكن نحطها بقى في الخطه بتاعتنا هي صفحه التقييم اللي كل 10 ايام بنقيم اي حاجه في 10 ايام. بنقيم مهاراتنا. مثلا ممكن اكون كنت حاطه او متوقعه انه تطوري مع ممارسه الرياضه هيبقى ماشي بطريقه معينه، بس اكتشفت انه لا، الطريقه دي عنيفه، انا محتاجه ابطأ او محتاجه اسرع، او اني لاقيه ان في حاجه ممله فمحتاجه افكر ازاي اخليها more interesting.
ومن هنا حاسه ان احنا برضو ممكن نتكلم عن ايه اللي بيخلي اهداف ما بتتحققش. حاجه من اتنين، يا اما ان احنا مش عارفين احنا ليه بنعملها، عشان كده احنا بدأنا من الواي، انه انا ليه بقى بعمل القصه دي كلها، وان ما يكونش فيها تمثيل قوي برضو، يعني تكون بدرجه كبيره ما بتطلبش مني تكلف، يعني تكون مناسبه مع كمان نوع شخصيتي. يعني ما اقولش ان انا كل يوم عايزه سوشيالايز وانا حد مش بيحب يسوشيالايز، ممكن اقول انا كل اسبوع هسوشيالايز، فاهمين قصدي؟ ما تكونش حاجه فيها مقاومه قوي لطبيعتي. والحاجه التانية المهمه في موضوع الاهداف ان هي on a daily basis، يعني اثناء الرحله بتاعتها نحاول بقدر الامكان نخلي ممارستها، البروسيس نفسها بتاعتها interesting. يعني مثلا دخلنا فيها حته الارت، دخلنا فيها حته ان احنا مثلا نحط ستار عند التقييم، نعملها بشكل جيمنج كده اكتر. لو انا مثلا في الدايت بزهق، احاول ان انا انوع. لو انا مش بحب طعم حاجه معينه، اختار حاجه تانية تكون لذيذه، او ادور على حاجه تخلي طعم ده لذيذ. فمهم انه الهدف يكون مناسب لقيمي، ومش بيطلعني بره نقط قوتي كتير، مش بيطلب مني ان انا اعمل حاجات مزعجه بالنسبه لي كتير. وفي نفس الوقت مهم ان هو يكون مسلي ولذيذ وانا ماشياه. وبرده محتاجين نتكلم عن انه احنا متكلمين في حته المشاعر، انه انا عايزه احس كذا لما اوصل قدام. فلو لقيت انه انا حاطه هدف بينكد عليا ومش بيوصلني للشعور ده، انا اللي حاطه الهدف في الاخر، ممكن اغيره عادي. فصفحه التقييم بتاعه كل 10 ايام دي perfectly perfect. واللي ورايا دي هي الفيجن بورد بتاعتي بتاعت 2024، في نفس الوقت اللي انا كنت بعمل فيه الخطه اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي. ف انصحكم ان انتوا تشوفوا، انا كنت عملت لها فيديو فوق ايه الاخطاء اللي انا عملتها فيها، لان انا عملت فيها كده شويه اخطاء خلتني. فاكرين لما كنت في اول الفيديو بقول لكم انا في نص السنه قررت ان انا اسيب كل الحاجات؟ هي بسببها اتضايقت انا في نص السنه، واتضايقت منها جامد وشلتها من على الحيطه، وفكرت ان انا اقطعها. بس بعد كده قلت لا، انا هشيلها ورا الكومودينو شويه، ورجعت طلعتها تاني شهر 10 او 11. فهي انا سايباها لان هي فيها حاجات مهمه بالنسبه لي. بس هل هي كانت مهمه في 24؟ او يعني هل هي كانت مناسبه انها كلها تخلص في 2024؟ لا، كان في حاجات كتير مش منطقيه على سنه، بس مهمه بالنسبه لي، فانا عشان كده سايباها. فلو عايزين تعرفوا ازاي تعملوا فيجن بورد، هطلع لكم هنا فيديو لازم تشوفوه بعد الفيديو ده على طول ان شاء الله. كده بكون خلصت الكلام اللي عندي. عايزه اسمع منكم ايه رايكم في فكره الكونتنت اللي مش ريليتد قوي للارت. يعني هل انتوا حابين الموضوع بس يكون ارت، ولا حابين الموضوع كمان يكون بني ادم؟ انا بصراحه حاسه انه لا، انا بني ادم وبجو ثرو شويه حاجات، وانا مهتمه بالبني ادمين. الارت بالنسبه لي is a tool و a very important tool. ف ناقشوا معايا الفكره دي، وما تنسوش تكونوا مبسوطين وتبنوا العالم حاجات حلوه اكبر منكم بكتير. سلام. اخر حاجه عايزه اقولها لكم في الفيديو ده، ان لو انتم بتشوفوا الفيديو ده بعد نص شهر 7 او من اول شهر 8 2025، فانا دلوقتي بقيت certified positive psychology coach، واقدر اساعدكم ان انتوا توصلوا لحياه لايقه عليكم، مناسبه ليكم اكتر، فيها سعاده اكتر، فيها تحقق اكتر، فيها استخدام لنقط قوتكم عشان تطلعوا اعلى بوتنشال عندكم. فلو انتوا عايزين تحجزوا ستيشن معايا لحد اخر السنه دي، اتوقع ان انا اكون لطيفه في الاسعار، عشان يعني اكون لسه بقى اول كام كلاينت يعني. فلو انتوا عايزين تحجزوا ستيشن معايا، ممكن تبعتولي في الكونتاكتس تحت.